السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناه شوات حفصه. نتمنى تكونوا مرتاحين وعلى خير وبخير. عواشر مباركه سعيده، رمضان على الابواب. ومن ضمن الوجبات اللي كنحطوا على المائده الرمضانيه في المغرب هي السفوف. فضروري الصحن ديال السفوف. تقريبا العائلات المغربيه كلها كدير السفوف في الشهر المبارك. فانا جيت نحضر معكم سفوف بطريقتي مخلط بالزيت البلديه. زينتو هاد التزيين كتقديم، نتمنى يعجبكم، كيجي رائع وبسيط. الا بغيتوا تعرفوا على المقادير ما عليكم الا تكملوا الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش بالتعليق اللي كتحفزني نعطي اكثر واكثر، وبارطاجي الا كان ممكن الفيديو. بالنسبه لتحضيرات رمضان فضروري من المائده كتكون فيها سلو سفوف، فانا كنحضرهم غنشاركهم معكم. انا هنا درت الكاوكاو، درتو غيتحمر، كيتحمر في الفران، نبقى نحرك فيه. وهنا بالنسبه للوز فانا درت واحد الطريقه باش بلا ما ديروا الزيت. خديت اللوز ديالي ومسحته مزيان بالورق ديال المطبخ، ودرت له شويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت المائده، ودهنته مزيان كما كتشوفوا. وغنديروه في الفران يتحمر، كياخذ واحد المذاق بحال البخاليني. ملي كديروا هذه الطريقه كيجي المذاق زوين وكيطلق مذاق زوين في السفوف. كما قلت لكم معلقه ديال الزيت وكندهنوه مزيان بعد ما كنكونوا مسحناه مزيان، ونديروه في الفران يتحمر. وهنا ضروري من الدقيق، فانا خديت لاطا كتدخل الفران، عندي انا هذه ديال البسطيله، فدرت فيها الدقيق مغربل وكنديرو في الفران وكنحمرو، وكنبدا كنقلبو كل دقيقه، نبقى نحرك فيه هكا بالمعلقه باش ما كيتحرقش جهه وجهه كتبقى بيضه. خصنا غير ياخذ داك اللون الذهبي المعروف اللي كيدار في السفوف. هنا انا درت غير الدقيق الابيض. العام اللي فات كنت درت معكم سلو، كنت درت الدقيق ديال القمح مع الدقيق الابيض. هذا العام درت غير هذا الدقيق الابيض، وانتم لكم الاختيار، يمكن لكم تضيفوا الدقيق القمح. فغنديروه في الفران ونبقى نحمر ونعاودو نتلاقاو. وهادو كما معروف على السفوف ضروري النافع. هنا النافع البلدي، فانا جبته من قبل وغربلته مزيان ونقيته على هذا الشكل ودرتهم في هذا الجبابن حطيته. وهذا زريت الكتان حتى هي كذلك نفس الشيء، نقيتها وقديتها وحطيتها في الجبانيه. هذه زريت إلان، نتوما الكميه على حسب شحال غديروا في السفوف. فهنايا الزنجلان حتى هو انا غسلته وشمشته مزيان. شمشته انا غير في الظل في المطبخ عندي هنايا، كنت كل ساعه كنحركه، وكان الجو شويه سخون قبل ما طيح الشتا، ف نشف ونقيته مزيان وعمرته في هذا الجبانيه. فهادو كلهم غنحمرهم باش نبداو نطحنوا. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، بعد ما حمرت الكاوكاو ديالي، هذا الكاوكاو نص كيلو صغير، هذا طحنته هرمشته حمرته ونقيته وهرمشته. ما بغيتش يولي عجينه، بغيتو يخليه يبقى هكا مفرفش. انا خديت هنا قصريه باش نغربل الطحين. هنا كما كتشوفوا هذا هو اللوز والزنجلان وزريعه الكتان وكاوكاو الكبير اللي وريت لكم، طحنتهم حتى ولاو بحال العجينه، حتى كيطلقوا الليدام ديالهم. ما درت لهم لا ليدام لا والو، غير هكاك حمرتهم قشرتهم. بالنسبه للكاوكاو حمرته وقشرته وطحنته. اللوز كما وريت لكم حمرته بداك الطريقه في الفران، كيجي المذاق ديال البخاليني. والزنجلان كذلك حمرته. هنا هذه زريعه إلان، ها هي طحنتها وغربلتها. هذا الشيء اللي عطاتني، كتعرفوا ما كنبغيوش داك الشيء يكون فيه يعني تكون منيله. هنا هذا الزنجلان حمرته وخليته باش نديروه في سلو حبوب، وانتم كما كتشوفوا. هنايا هذا النافع حتى هو
طحنته بوحدو، هو غناخد منه غير القياس لان النفع ما كيدارش بزاف. بالنسبه للإلان والكتان درتها كلها، غير اللي غربلت لها اللي ما صالحش رميتو واللي صالح خليتو. بالنسبه للنافع فخليتو هكا حتى نغربل، غير نغربل غير القياس اللي غناخد. هنا الطحين ها هو كما كتشوفوا بعد ما حمرته خدا هذا اللون، ما كتحمروش بزاف. انا دابا خديت القصريه غنبدا نغربل، حيت ملي كنديروا الطحين في الفران يتحمر كيتحبب، كيدير داك الحبيبات. فاحنا باش نتفاداو داك الحبيبات غنغربلوه، كنكون مغربل من الاول وكنزيدو نغربلوه على هذا الشكل. ها نتوما غتشوفوا كنهود غير الطحين، ها هذا ما غنديروش انا. كما كتشوفوا انا بدلت القصريه حيت جاتني صغيره، فانا درت الدقيق غندير فيها الجنجلان اللي غير محمر، راه كلشي عندي من طبيعه الحال منقي. ندير الكاوكاو اللي مهرمش، الكميه كتبقى على حساب عدد الاشخاص. انا درت نص كيلو ديال الدقيق ودرت كيلو ونص ديال الكاوكاو، كيعجبني السفوف يكون فيه القوام اكثر من الدقيق. ودرت كيلو ونص ديال كاوكاو كما قلت لكم، نص كيلو صغير وكيلو من الكبير. هذا نص كيلو غير هرمشتو والكبير طحنتو مزيان. الجنجلان كيلو ونص، نص كيلو حمرتو ورميتو صحيح، وكيلو طحنتو حتى طلق اليدام ديالو. فانا غنخلط هادو بعدا اولا، وانا هاد السلو غنديرو غير بالزيت البلديه، ما غنديرش الزبده، غندير الزيت البلديه وندير شويه ديال زيت المائده فقط. بغيت هاد الخضره نديرو بالزيت البلديه، الا ما عندكمش يمكن لكم ديروا هي زيت البلديه صحيه. هنا كما كتشوفوا بعد ما خلطت نضيف القرفه، 2 معالق د القرفه يكونوا كبارين، غنغربلها. عندي مطحونه على اليد على هذا الشكل، انا عندي مغربله فغنزيد نغربلها. هانتوما كيبقى هادي فما غنديروش هاد الحبيبات. هنايا غندير شويه السكر كلاصي، ما غنكثرش بزاف، عندي سكر كلاصي سبيسيال، فغندير شويه د العسل، متوفر عندي عسل حره فغنديرها. غندير شويه ديال السكر، الباقي غنديرو عسل صحيه. هنا قياس نقولوا نص ربعه ديال السكر كلاصي. غنغربلو حتى هو حيت يتحبب. هذا النوع سبيسيال عندي خاص بالحلويات، الا كانت شي حاجه زايده نعمروها. عندي هنايا زريعه إلان انا غربلتها وغنعاود نغربلها المره الثانيه، ربما تكون دازتني شي حاجه فنغربلوها. زريعه إلان وزريعه الكتان عندها فوائد، فهانتوما حيت الغربله كتختلف على اختها. شوفوها ما بقات هذه. هنا غنغربل النافع، القياس اللي غندير 2 معالق من النافع كبارين يكونوا ممتلئين، بركه كفايه. انا درت رابعه ديال النافع ولكن ما نكثروش باش ما يجيش النافع طاغي على القوام ديالنا، حيت النافع هذا البلدي فكيكون مجهد، فمن الافضل ضروري تغربلو بالغربله هانتوما كتشوفوا. وهنا بعد ما غربلت هادو غنخلطهم مزيان، النواشف هادو النواشف باش نحطو
اللي عقده معجون مزيان مطحون مزيان حتى كيولي عجينه. وسلو كيختلف على كل واحد وكيفاش كيبغي يديرو، فانا هذا هو سلو اللي كيعجبني. نتمنى يعجبكم، كيجي رائع ومقوم على هذا الشكل. ما خلطت غنضيف هذا اللي معجون ونبدا نمعك الدقيق ديالي مع هذا اللي رديته عجينه كما كتشوفوا. غنبدا نمعك ضروري من المعيك والدليك. معيك الدليك كل واحد على حسب المنطقه شنو كيقول، وحتى اللسان شنو كيقول، كل خطره وشنو كيخرج. ما تديوش على اللسان ديالنا، راه كل خطره وشنو كيخرج من الكلام. وهنا بعد ما خلطت فانا جاني كتير، فانا قسمته على نصفين. غندير هنايا العسل، شويه د العسل الحره، نجهد ونذوق ونشوف الا خصني نزيد. وهنا عندي داك شويه ديال كاس ديال زيت المائده، زدت عليه زيت البلديه هانتوما كتشوفوا. فغنصب زيت المائده سخنتها شويه وغنبدا بسم الله بسم الله يا ربي، وغنبدا نمعك مزيان. فهذا خصو يتمعك مزيان وعاد نمعك النصف الاخر. ومازال لي اللوز انا شديت ربعه اللوز وسلقتها في الماء سخون ودرت لها ونقيتها، حيت لها جلده ودرتها شليتها بالماء وخليته يقطر في الشبكه، ودرتو في شي فوطه خاصه بالكوزينه باش ينشف مزيان، باش نقليه في الزيت ونديروه هنايا مع سلو. هو غيبقى هو الاخير. خصني نمعك هذا مزيان باش بغيت داك اللوز يبقى صحيح في سلو. غنضيف غير شويه بشويه حتى يتمعك لي مزيان. كيبغي شويه الدليك والوقت. غنستمر انا على هاد الطريقه ونعاودو نتلاقاو على ما نصوب. وهنا كما كتشوفوا بعد ما اللوز قليتو خدا هاد اللون الذهبي، فانا درت هاد الشيء هنايا في الطاوله. ما عنديش قصعه كبيره قصريه كبيره ما عنديش، فباش نخلط كل شيء ويجيني كل شيء نيشان هو هذاك، فاضطريت ندير في هاد الطاوه ديال الفرح كيطيبوا فيها عندي. فالواحد كيقدي باش ما عنده. فهنايا هانتوما كتشوفوا راه تعجن مزيان وتخلطوا المقادير كلشي. وخلطت اللوز اللي قليتو. دابا ما بقى لنا غير نذوقوا الحلاوه. انا بالنسبه للزيت زدت الزيت البلديه داك النصف اللي كنت نقصته وزدت له العسل الحره باش ما نطولش عليكم الفيديو ما بغيش. فهنا هانتوما كتشوفوا ها هي راه تجمع. دابا ما بقى لي غير نقادو في صحن تقديم ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال السفوف ديالنا بالزيت البلديه. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين بعد ما خلطنا السفوف ديالنا هذا هو الشكل النهائي. انا عطيت له هذا الشكل، نتوما عادي يمكن لكم تحطوه عادي. زوقته في مول ديال الكيك وزينته باللوز والسكر كلاصي، كيجي رائع مخلط بالزيت البلديه. نتمنى يعجبكم وكنقول لكم عواشر مبروكه، دخل عليكم بالصحه والهنا والرزق والتيسير، وعلى الامه الاسلاميه يا ربي باش ما تمنيتو بالسلام ان شاء الله. ما تنسونيش بلي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبصحه والراحه والى وصفه مقبله ان شاء الله.